السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب من الآخر واحد بكم، أنا مروة خالد، والنهاردة هشير معاكم كتاب عن العشق والسفر، وده هيكون على مدار أكتر من حلقة صغيرة علشان ما تزهقوش. والمناسبة الكتاب ده بيتكلم عن أدب الرحلات عشان دماغكم ما تروحش بعيد يعني. والنهاردة بارت 1. وعلشان تعرف يا صديقي السياق اللي بيدور هنا إن الكاتبة نهى عودة بتحكي عن رحلاتها في بلاد كتير جدا، منها فينيسيا واللي هنحكي عليها النهاردة، واللي هنحكي منها الأقنعة الفينيسية. وراء الأقنعة الفينيسية اللي هي تعتبر بطلة كرنفال البندقية الثانوي الشهير تاريخ كبير جدا وحكايات شيقة. هي مش مجرد أقنعة كان بيرتديها علية القوم خلال حفلاتهم التنكرية، لأ، هي ليها بعد تاريخي أقدم وأعمق من الفكرة دي بكتير. يعني مثلا بيرجع تاريخها للقرن الثاني عشر الميلادي. يعني هي كانت تقليد قديم بيتميز بيه أهالي مدينة البندقية أكتر من بلاد غيرهم، كانوا بيستخدموه كوسيلة لإزالة الفجوة بين الطبقات في مجتمع البندقية. بعد كده تطور الأمر من أجل أغراض خاصة، فأصبح استخدام الأقنعة لإخفاء هوية من يرتديها ومكانته الاجتماعية، لا من أجل إبقاء المواطنين على قدم المساواة، بل من أجل الحفاظ على سرية الصفقات خاصة في طبقة النبلاء، لأن ده كفل لبعضهم حرية أكتر في التعاملات اليومية خاصة التجارية منها. كمان أصبح للجميع صوت بدون أي خوف من اكتشاف هويتهم الحقيقية، زي مثلا حالة الجواسيس ومحققي محاكم التفتيش لما كانوا بيستجوبوا أسراهم. بس للأسف مع مرور الوقت تطور الأمر بشكل سلبي، لأن هم استغلوا خاصية إخفاء الهوية لأغراض إجرامية كتير، أو اللقاءات الرومانسية وارتياد الحانات. وساء الأمر أكتر، فشهد مجتمع البندقية انحراف لم يشهده من قبل. لكن نرجع لموضوعنا، الأقنعة الفينيسية هي مختلفة في الشكل شوية، متنوعة في الخامات والألوان، وبيدخل في تزيينها عناصر كتير جدا، يعني الريش، الفرو، الجلود، الأقمشة والأجراس والأحجار الكريمة، أشكال كتير. كمان بنعرف في الجزء ده إن هي بتختلف من حيث الهدف والمناسبة اللي انت هتستخدمها فيها. وهنا الكاتبة كانت قدام أحد بائعي الأقنعة دي، واللي بنشوف معاه قناع شكله غريب شوية، لكن في الحقيقة إن القناع المرعب ده لتاريخ فريد، لأن كان طوق النجاة يوم ضرب الطاعون مدينة البندقية. واستنوا بارت 2 علشان نحكي أكتر عن القناع ده.